الإعلامي المصري واللاعب السابق ميدو ينتصر للجزائر ويفضح لقجع بخصوص الشان. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو، لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. إذن وفي تصريحات للاعب المصري السابق ميدو قال عن الملاعب الجزائرية: بعدما كانوا يقولون الجزائر لا يحق لها التنظيم لعدم امتلاكها ملاعب، جاءتهم الصدمة بملاعب الجزائر الجديدة العالمية فبهتوا. قالوا في البداية ملاعب الفوتوشوب وحقول البطاطس، وعندما لم يفلحوا أصبحوا يركزن على أشياء تافهة مثل نوعية الحافلات وشكل الفنك وندرة الأمطار، محاولة منهم لتقزيم كل ما هو جزائري لترتاح نفسياتهم المتهالكة جراء البؤس والحرمان واليأس والإحباط المغروسة أسفل أحزمتهم المهترئة. هيهات هيهات، الجزائر رفقة جنوب إفريقيا ومصر الأحق بتنظيم البطولات الإفريقية حاليا إلى أن يرث الله أرضه، وبعدها يأتي البقية. ما جعل